السلام عليكم أصدقائي، كيف الحال؟ نتمنىكم إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة لافيرمير سناء ومع فيديو جديدة. لا فيديو ديال اليوم خاصة بكل ما يتعلق بالتمريض. شنو هو التمريض؟ شحال من عام غادي نقرا في التمريض؟ واش كنحتاج اللغة الفرنسية في التمريض؟ واش نقدر نقرا التمريض في البريفي ولا غير في ليطا؟ واش اذا قريت التمريض في البريفي غادي نخدم، واذا قريت في ليطا غادي نخدم ايضا؟ دونك كاين بزاف ديال الاسئله اللي غادي نجاوبكم عليها في هذا الفيديو. انا عطيتكم دابا لي مو كلي، وعلى بركه الله غادي نبدا نجاوبكم. بالنسبه لشنو هو التمريض ولا كيفاش نقدر نقرا التمريض في المغرب، يعني شنو هما الخطوات اللي خاصكم تتبعوا باش تقراو التمريض في المغرب. فوالا، اولا خاصنا نعرفوا الشعبه ولا لا فيليير اللي باغيين نديروها. كاينه الشعبه ديال مثلا ايتسوانيون كتقراو فيها غير عام، وكاينه اوكسيليير اللي كتقراو فيها عامين. ايتسوانيوت هي مساعد معالج، واوكسيليير هي معالج. وكاين مثلا لي زانفيرمي بوليفالونت ممرض متعدد التخصصات، الاختصاصات كتقراو فيها 3 زون. كاين لي ساج فام قابله كتقرا فيها حتى هي 3 زون. كاين لانستيزي ريانيماسيون تخديروا الانعاش كتقراو فيها حتى هي 3 سنين. كاين تكنيسيان دو راديو حتى هي كتقرا فيها 3 سنين. يعني كاين بزاف ديال الشعب، نتوما كتختاروا اولا الشعبه اللي باغيين تقراوها. بالنسبه للايتسوانيو واخا عام، واخا كتقراو فيها غير عام، راه كدوزو فيها لا تيوري اي لا براتيك، يعني فيها ستاج وفيها قرايه. يعني ضروري من القرايه، ما تقولوش غادي ندير ايتسوانيون حيت ما فيها اللي يقرا. التمريض ماشي دومين ساهل، راه خاصكم تخدموا وتقراو باش تمشيو راسكم مزيان. ما كنخلعكمش، ولكن الانسان ضروري يجتهد. دار واحد الحاجه غادي يجتهد فيها، خاصكم تكون عندكم رغبه في هذا الدومين. نفس الشيء بالنسبه لي زانفيرمي اوكسيليير، حتى هي كتكون فيها قرايه تيوري، وفيها لي ستاج اللي هي براتيك. بالنسبه للبوليفالونت كتقراو 3 زون 3 سنوات. الدبلوم ديالها يعادل ليسونس بروفيسيونيل في لي زيتود باراميديكال، الاجازه المهنيه في الدراسات الشبه الطبيه. الوغ دابا ندوزو لفين غادي نقرا، فين خاصني نقرا هاد التمريض، وشنو هما الشروط باش ندخل نقرا في هاد الدومين هذا. باش نقرا التمريض عندي جوج ديال الطرق. غادي نبداو مثلا بالنسبه للإتسوانيونت اللي كيديرها اي واحد ما عندوش باك، يعني بنيفو 4. كاينه اوكسيليير خاصك ضروري تكون عندك نيفو باك. وبالنسبه لي زانفيرميي دو سبيسياليتي بحال مثلا بوليفالونت ولا ساج فام ولا لانستيزي ولا الراديو ولا الكيني، هادو خاصك ضروري تكون الباك. في هاد لانفيرمي بوليفالونت مثلا، حيت بزاف الناس اللي كيديروا لي زانفيرمي بوليفالونت، داكشي علاش كنركز عليها. بالنسبه للانفيرمي بوليفالونت غادي نوقفوا ونتفرعوا لجوج حوايج فين نقدر نقراها، اش من مدرسه ولا انستيتو. المهم بالنسبه لي بوليفالونت نقدروا نقراوها في جوج بلايص. الاولى هي ايكول ديتا بحال لي سبيتس، ولكن باش تقرا في ليطا في ليطا خاصك يكونوا عندك اولا كاينين دي كريتير باش تقبل في ليكول ديتا. خاصك اولا سيونس باك سيونتيفيك، ما غاديش يكون عندك باك ليتر وغادي تدخل تقراها. هذه اولا. تاني كريتير تكونوا خديتوا الباك افيك مونسيون، ماشي مقبول. يعني كو سوا اسي بيان ولا بيان ولا تري بيان، المهم ما تكونش عندك باك مقبول. باش كتمشي دوز اولا كونكور اللي فيه سيليكسيون، كتعزل عاد كتدخل دوز كتابي شفوي اي ابري كتدخل تقرا التمريض في ليطا. هادشي كنهضروا على ليطا، ما كتخلص والو، كدوز 3 سنين من بعد كدوز واحد كونكور دو ريكروتمون وكتخدموا مع الدوله نيشان. هذه من جهه. الجهه الاخرى كاينين الناس اللي عندهم باك ولكن ماشي بمونسيون ولا ماشي بالسيونس. كاين الناس اللي عندهم باك لتر يقدروا يقراو التمريض في لي زيكول بريفي. طبعا نتوما ما غاديش تمشيو تخلصوا فلوسكم في اي ايكول، مي غادي تمشيو تقلبوا على لي زيكول اللي تكون عندهم لا كريديتي، ولا فيليير اللي اختاريتو مثلا بوليفالون تكون حتى هي اكريديتي معترف بها من طرف الدوله اي ريكونو بار ليتا. نسول على مدرسه ونطلع ونهبط ونقلب على الناس اللي قراو قبل مني في ديك المدرسه، نشوفهم واش قدو يخدموا في الدوله، واش قدو يخرجوا على برا ويخدموا بديك الدبلوم. من حقكم تسولوا على راسكم وتسولوا على لا كريديتي في هاد ليكول اللي باغيينها نتوما، حيت ماشي سهله غادي تحطوا فيها رزقكم. اوكي.
صافي هانتوما عرفتوا فين ممكن تقراو. بالنسبه للكونكور في ليطا كيكون مره في العام بحال البوليس بحال التعليم وكلشي. داكوغ، دابا غادي نطرقوا السؤال ديال واش اللغه الفرنسيه مهمه باش نقرا التمريض. هنا غادي نكون معكم صريحه، حسبوها نصيحه من عندي. انا بحال اختكم ماشي كنتفاخر عليكم وماشي كنبغي نحطمكم، ولكن راه اللغه الفرنسيه مهمه جدا. غادي نعطيكم نصيحه خوتي خواتاتي، اللي عنده نقص في الفرنسي غادي يضاعف المجهودات ديالو باش يقد يقرا التمريض ويتخرج ممتاز، يتخرج من تما ويكون ممرض ممتاز، ماشي غير ممرض وصافي. حيت واخا الاساتذه كيبسطوا لكم وكلشي، كاينين شي حاجات بحال نقولوا ديمو تكنيك، يعني ما يمكنش يترجموا بالعربيه. دابا نتوما خديتوا الباك، صافي، النقطه المهمه من بعد هذا الباك، ديروا واحد، مشيو ديروا لي كور دو كومونيكاسيون هاد الصيف هذا. ديروا لي كور دو كومونيكاسيون باش تلقوا لسانكم في اللغه. من الاحسن شوفوا الناس اللي متخصصين في لا كومونيكاسيون ميديكال، لا كومونيكاسيون باراميديكال، هادو غادي يعاونوكم بزاف باش انكم تلقوا لسانكم مزيان، باش منين تدخلوا تقراو تكونوا صافي مزيان. بعدا بالنسبه للغه راكم غاديين مزيان، حيت ما يمكنش نتوما غادي تدخلوا وتقراو وتكون عندكم عاد باقيين عندكم جوج ديال المشاكل. اولا، حاجه الاولى هي الدومين صعيب، حيت الدومين جديد عليكم غادي يجيكم صعيب بزاف ويلاه كتعرفوا عليه. وتاني حاجه هي اللغه. هادشي كنقول لكم حيت شفتو عند مي كوليك قراو معايا، كتلقاهم مساكن باغيين يقراو باغيين يخدموا في التيوري، كتلقى الاستاذ كيتفهم وكيعاونهم وكيفسر ليهم في لونفي. ولكن منين كتخرجوا للتيران دو ستاج كيتكلم معاكم مثلا ميدسان ولا انفيرميي، كيقول لك حاجه بسيطه مثلا جيب لي غير لام دو بيستوري، كتبقاو تقولوا ما فهمتش ما قراوها لناش. كتجي شويه محرجه ليكم، حيت هادوم صافي كتلقاكم خصكم تكونوا حتى نتوما عارفين تكلموا عارفين تجاوبوا عارفين الماتيريال عارفين بزاف د الحاجات. ما كنقول لكمش يعني من العام الاول من السطاج الاول غتكونوا ضابطين، ولكن او موان تسلكوا راسكم، يعني ما تكونوش ما عارفين والو مره. مهم التمريض فيه قرايه، خاصكم تعطيو جهدكم باش تنجحوا في الامتحانات، باش ما تطيحوش في الراتراباج. في نفس الوقت تجيبوا اون بون نوت في البراتيك، حيت حتى لي ستاج كيطاطاو عليهم لي نوت، وكيكون واش ستاج اللي درتوه فاليدي ولا نو فاليدي على حسب الجهد اللي نتوما قدمتوه. دونك بالنسبه للفرنسي راه الفرنسي هي لا باز ديال التمريض، هاد النقطه ساليناها. بالنسبه لحاجه اخرى غادي ندوزو ليها، هي مثلا لقيت فين غادي نقرا وعندي الباك واختاريت مثلا ندير بوليفالونت، عرفت راسي واش غادي نقرا في ليطا واش غادي نقرا في البريفي، من موراها شديت الدبلوم ديالي. السؤال مطروح هنا واش غادي نخدم؟ غادي نبدا بالناس ديال البريفي. لا يعقل اخوتي، لا يعقل انكم تقراو في البريفي وغادي تخدموا في الدوله، ما يمكنش. سوف لي زيد سوانيون كيقراو في البريفي وكيخدموا في ليطا اترافير واحد البروغرام. هذاك البروغرام ماشي كيكونوا خدامين في ليطا 100%، ولكن كيكون بحال سيمي بوبليك، بحال كونطرا، كتكون عندهم واحد الكونطرا. اما بالنسبه لي زانفيرمي بوليفالون راه قليل بزاف تلقى شي حد قرا في البريفي وخدام في ليطا، يعني غارمون في تلقى شي حد اللي قرا في البريفي وكاين في ليطا. بعدا اول حاجه خصك تكون قريتي في شي ايكول اللي تكون اكريديتي وتكون حتى هي معترف بها، معتمده ومعترف بها، جوج د الحاجات. فهمتوا؟ يعني هادو من بين الاساسيات باش يكون داك الدبلوم عنده قيمه وتقدروا تدفعوا به في الدوله. اما اذا كان عندكم مثلا دبلوم عادي قريتو في البريفي واخا تكونوا جايبين فيه 18 19، راه ما كيسوى والو في ليطا، ما يمكنش تخدموا فيها بليطا. بالنسبه شنو اخر، يعني بالنسبه لليطا بطبيعه الحال اون فوا كيساليو الناس ديال ليطا 3 زون كيدير واحد سوتنونس، يعني ميموار دو بي اف او، بروجي دو فان ديتود. منين كيساليه كيدوز واحد الكونكور ديال الدوله، ومن بعد كيدوز في لا سيليكسيون ولا الانتقاء ديال واحد المجموعه ديال الممرضين اللي جابوا نقاط مزيانه اكسيتيرا. ومن بعد كيتافيكتاو في شي بلاصه، اما كيتافيكتا في الاول في الغورال يعني في المجال القروي، ومن بعد كيجيبوهم المجال الحضري ولا العكس. هذا من جهه. كاين حاجه اخرى بالنسبه للناس ديال بريفي، كاينه واحد الحاجه هي الخدمه على برا. كاينه مثلا المانيا كندا، هاد جوج ولا هاد لي دو ديستيناسيون طالبين لي زانفيرميي بزاف بزاف بزاف. من بين لي دوني اللي كتلقاهم كيتهزوا
كل شهر في لي سيستيم ديال كندا والمانيا هما لي زانفيرمي كيحتاجوهم بزاف، حيت نتوما عارفين بان المانيا وكندا هاد جوج بلدان عندهم معدل شيخوخة طالع بزاف، يعني كيحتاجوا اليد العاملة الشابة، يعني فيها اليد العاملة اللي فيها الجهد باش تخدم. يعني الطلبة اللي عندهم حلم يقراو التمريض باش يخدموا على برا، قراو في لي زيكول اكريديتي باش الدبلوم ديالك يكون عنده قيمه. حيت واخا الدبلوم تكون خديتيه من ايكول بريفي ولكن نو اكريديتي ولا نو ريكوني باغ ليطا، راه كيبقى زهر وصافي ما نعرفت. يعني الشك واش تقدروا تمشيو تخدموا به على برا ولا لا، حيت حتى هما كيطلبوا لي ديبلوم يكونوا اكريديتي، ماشي غير محتاجين اليد العامله غادي يدخلوا من الطرف كيف ما كنقولوا، ولكن كيحتاجوا حتى هما الدبلوم يكون معتمد ومعترف به في ديك البلاد اللي جايه من عندهم. كاينه واحد النقطه مشتركه ما بين الناس اللي غادي يقراو في ليطا واللي غادي يقراو في البريفي، هو بي اف او، بروجي دو فان ديتود. بجوجكم كديروه، كاين اللي كيقول في البريفي ما كديروش، نو حتى البريفي كيديروا بي اف او. في نهايه المشوار الدراسي كتختار موضوع مثلا على مرض ولا على شي ظاهره، وكتخدم عليها بواحد لا بيداغوجي اللي كتكونوا قريتوها في واحد الموديل سميتو ميثودولوجي دو ريشيرش. هذا الموديل هذا كتقراوه في العام الاخير في الدوره الثانيه. والبي اف او صعيب، خاصو خدمه متواصله على الاقل كياخد منكم واحد شهرين باش تقدروا توجدوه وتكونوا حتى نتوما ضابطينه، باش في الوقيته اللي كتقدموه اي سؤال طرحوه عليكم لي جوري كتكونوا واجدين له. والبي اف او كي البي اف او اللي كنت درت انا كان خدام مني 3 موا، ولكن خديته بمونسيون تري بيان. مهم سواء كنتو بريفي ولا ايطا كتبعوا نفس الميثودولوجي في البي اف او. اصلا راكم كتقراو نفس لي موديول من الاس 1 حتى الاس 6 بالنسبه للبريفي وحتى ليطا، يعني نفس لي موديول عندكم كيف هنا كيف هنا. هادشي علاش كنقول للناس اللي غادي يتجهوا للبريفي سولوا على الاقل تكون ليكول اكريديتي، وسولوا على لي بروف، حتى لي بروف اللي كيقريو في ديك اللي في داك ليكول هذيك بريفي ضروري تسولوا، ضروري سولوا الناس، سولوا في ليكول نيت. ولكن ما تكتفيوش بالسؤال على ليكول بوحدها، حيت غتمشيو لتما راه الناس اللي خدامين تما طبعا غادي يشكروا لكم ليكول ديالهم، غادي يقولوا لكم كيجيو عندنا لي ميدسان، كيجيو عندنا دي بروفيسور كيقريو هنا لي زانفيرميي اللي عندهم واحد ليكسبيريونس كبيره. نتوما ما تكتفيوش بالاجوبه ديالهم فقط، وانما حاولوا تبحثوا على الناس اللي قراو تما وتخرجوا من تما. ضروري تعرفوا واش هاد ليكول هادي غادي يقريوكم لي زانفيرمي ولا لي ميدسان، حيت كاينين لي موديول اللي كيقريوكم لي زانفيرمي، ولكن لي موديول كاينين دي موديول اللي خص ضروري الميدسان يفهموا لكم، بحال مثلا الاناتومي، باثولوجي ميديكال، فارماكولوجي. كاينين دي موديول راه كيصعب على الانفيرمي يقريه لكم، خص ضروري ميدسان باش اي سؤال طاح لكم في راسكم يقد يجاوبكم عليه. ماشي بحال الانفيرمي يقد يسول الله، يقد يوجد داك الكور ويشرحوا لكم مزيان ويمشي معكم مزيان، ولكن ما غاديش يعرف كاع الجوانب ولا كاع الخبايا اللي كيخصوا داك الموضوع بحال الميدسان. هادشي اللي كاين. كنتمنى لكم فدتكم وعطيتكم معلومات خفيفه. مره غادي نبقى ندير لكم هاد النوع ديال الفيديوهات باش تاخذوا معلومات على التمريض وعلى الممرض. اللي عنده شي تساؤل مرحبا غادي نجاوبكم. حتى انا ملي كنت باغا ندخل لهاد الدومين كنت باغا نلقى شي حد نسولو ويفهمني، مي مالوغوزمون ما لقيتش شي حد اللي نسولو على هاد التفاصيل كلها. هنا غادي نسالي هاد لا فيديو الى فيديو اخر ان شاء الله. اذا عجبكم هاد لا فيديو استفدتوا منها ما تنساوش ديروا لايك، ابونيفو، وبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وصحاباتكم باش حتى هما يستافدوا. وتبارك الله عليكم.